في لحظه الصين دخلت عالم الذكاء الاصطناعي بقوه، ومش بس كمنافس، ده الشركات الامريكيه كمان بدات تخسر مليارات الدولارات بسببه. ديب سيك اي اي مش مجرد نموذج ذكاء اصطناعي جديد، ده ممكن يكون البدايه لانقلاب عالمي في المجال ده. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry. في الفيديو ده هنعرف ليه انفيديا خسرت 16% من قيمتها السوقيه، يعني حوالي 600 مليار دولار، وسجلت اكبر خساره يوميه في تاريخ السوق العالمي، وازاي ابل خرجت باقل الخسائر، وازاي الذكاء الاصطناعي الصيني بقى حديث العالم في يوم وليله. DeepSeek has been a deep shock for the US AI industry. الديب سيك حاجة غير طبيعية محدش كان متوقعها. انهيار في أسهم التكنولوجيا في أمريكا، انهيار في شركات الاي اي. NVIDIA is once again the talk of the day. It's the stock of the day. It's now down more than 6%. There are new reports just a few moments ago that the White House is considering tightening curbs on their China sales. في 15 يناير 2025 تم إطلاق ديب سيك فيرجن 3 وانتشر بشكل مش طبيعي، وفي ايام قليله بس اتجاوز عدد التحميلات 2 مليون مره، وعدد المستخدمين دلوقتي وصل ل5 أو 6 مليون مستخدم حول العالم. التطبيق بقى رقم 1 على قائمة التطبيقات المجانية على الاب ستور في الايفون. بيقدر يكتب، يبرمج، يحلل النصوص، ويعتمد على معمارية متطورة بتنافس شات جي بي تي وجيميناي من جوجل. كتير من المستخدمين قالوا انه بيفهم اللغة بشكل طبيعي اكتر، وبيطلع نصوص ادق، والاهم من ده كله والغريب ان الخدمة مجانية بالكامل. تكلفة التشغيل هنا كانت عنصر اساسي في المنافسة، وهنا بيظهر الفرق الكبير. تكلفة تطوير وتشغيل ديب سيك اي اي حوالي 5.6 مليون دولار بس، انما الناحيه الثانيه بقى شات جي بي تي بيكلف شركه اوبن اي اي حوالي 700 الف دولار في اليوم الواحد، يعني في السنه 100 مليون دولار. معناها ان ديب سيك اي اي قدر يحقق قدرات منافسه لكن بتكلفه اقل بكتير، وده حط ضغط كبير قوي على الشركات الامريكيه اللي شغاله في المجال ده. شركه انفيديا كانت لسنين طويله المتحكمه الاولى في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب المعالجات بتاعتها القويه، زي واحد من اقوى موديلات كروت الشاشه H100 واللي معظم الشركات الكبيره بتعتمد عليه. لكن ديب سيك اي اي استخدم معالجات وتقنيات مختلفه، وده معناه ان انفيديا ما استفادتش من النجاح ده، بس بالعكس المستثمرين بداوا يبيعوا الاسهم بتاعتهم خوفا من تراجع سيطره انفيديا على المجال ده، وده تسبب في خساره 16% من قيمتها السوقيه. ودي مش نهايه القصه، لان الصين شغاله على طول على انها تقلل اعتمادها على التكنولوجيا الامريكيه، ولو الاتجاه ده استمر انفيديا ممكن تواجه ازمه اكبر في المستقبل. الوقت اللي خسرت فيه انفيديا مليارات الدولارات كانت ابل عارفه ازاي تخرج من الازمه دي باقل خساره. الموضوع بسيط جدا، ديب سيك اي اي متاح للتحميل من خلال الاب ستور في ايفون، وده معناه ان اي اشتراكات مستقبليه مدفوعه هتحقق لابل ارباح مباشره بدل ما تكون من شركات متضرره. ابل قدرت تحول المنافسه دي لفرصه دخل اضافي، وده بيوضح اهميه التفكير الاستراتيجي للشركات اللي عايزه تحافظ على مكانتها. الموضوع مش بس ديب سيك اي اي، الصين شغاله بقوه في مجال الذكاء الاصطناعي وبتستثمر فيه مليارات الدولارات، وهدفها الرئيسي هو تطوير تقنياتها الخاصه بدون اعتماد على الشركات الغربيه. لو الصين قدرت تستمر في التوسع في مجال البرمجيات والهاردوير بنفس السرعه دي، شركات زي انفيديا وجوجل واوبن اي اي هتواجه اصعب تحدي في تاريخها. الصين بتطور معالجه بديله لمعالجات انفيديا، عندها كميات ضخمه من البيانات اللي بتستخدمها في تدريب النماذج بكفاءه عاليه. الحكومه الصينيه بتدعم المجال ده بشكل كبير جدا، عكس التحديات اللي بتواجهها الشركات الغربيه. العالم بيتغير بسرعه، انفيديا بتخسر، ابل متماسكه، والصين داخله بقوه. السؤال هنا بقى، هل امريكا هتحافظ على سيطرتها وهل هتسكت، ولا الصين هتقلب الترابيزه؟ قولوا لي رايكم في الكومنتس، وقولوا لي بتستخدموا ديب سيك ولا لسه، ورايكم فيه ايه. انا محمد الصاوي واحنا هنا في اينوكس. لو عايز تعرف اكتر عن التكنولوجيا اعمل لي فولو ولايك وسبسكرايب.